بسم الله الرحمن الرحيم. معنا في ضيف الأسبوع بجريدة أسرق 24 القيادي الأستاذ عبد اللطيف وهبي، نائب رئيس مجلس النواب والمحامي المقتدر. سيدي عبد اللطيف أهلا بك. شكرا، مرحبا. سيدي عبد اللطيف، واش يمكن نأكدوا للساكنة ديال تيرودانت أنك على رأس اللائحة ديال الأصالة والمعاصرة ببلدية تيرودانت؟ هذا أكيد، هذا القرار ديال المكتب المحلي والمناقشة، هذا أكيد فعلا أنا على رأس اللائحة. سي وهبي، انتشرت مؤخرا في بعض المواقع على أن حزب الأصالة والمعاصرة في الاجتماعات ديالو المؤخرة بأكادير على أنه كاين تحالفات همت الغرف المهنية وكذلك المجالس البلدية والجماعات القروية. هل تؤكدون هذا الخبر وما هو تفصيلكم في هذا؟ لا، هو ليس هناك أي اتفاق حول أي التحالف الذي كان حول انتخابات مكتب الغرف المهنية اللي دازت وهي الغرفة ديال الصناعة والتجارة وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري. خلاف ذلك لا يوجد أي اتفاق، لا يوجد أي توافق. ما كل حزب سيرشح مرشحيه وسيدافع عن مرشحيه، والاتفاقات والتحالفات لا تتم قبل النتائج، بل تتم بعد النتائج. حينما ستكون هناك نتائج وكل حزب يعرف مدى قدرته، أنذاك ستكون هناك احتمالات للتحالفات مع جميع الأطراف بدون استثناء. إذا ليس هناك اتفاق خصوصا ببلدية تيرودانت؟ مطلقا ليس هناك أي اتفاق. وهناك لائحة الأصالة المعاصرة ستنزل إلى الساحة، فيها مجموعة من المرشحين الشباب النظيفين، وسندافع عن موقعنا، وحينما ستكون النتائج هذاك سنقرر ماذا سنفعل. سي عبد اللطيف وهبي، بصفتكم وكيلا للائحة الأصالة والمعاصرة بتيرودانت، ما هو خطابكم لسكنة مدينة تيرودانت وأنتم تعرفونها وهي كذلك تعرفكم؟ خطابنا الأساسي هو إنقاذ هذه المدينة ودفعها نحو انفتاح على الاستثمارات والانفتاح على محيطها الوطني والدولي حتى يمكن أن تلعب دور وتعود إلى تاريخها الظاهر. بالنسبة لبعض الشرائح الاجتماعية تدير الثقة ديالها، خصوصا سي عبد اللطيف وهبي، على اعتبار أن مدينة تيرودانت خصها العديد من الملفات وأنتم أدرى بذلك بدهالس بعض الوزارات اعتبارا لمسؤولياتكم كنائب رئيس مجلس النواب. هل لكم في أجندتكم الدفاع عن بعض الملفات الخاصة خصوصا بمدينة تيرودانت؟ أولا، هذا الموضوع مرتبط بطبيعة من سيتحمل مسؤولية الجهة. ثانيا، نحن على استعداد لمناقشة جميع الملفات، سنقوم بكل ما نملكه من قدرات من أجل الدفاع عن هذه الملفات، ونتمنى أن يوفقنا الله حتى نحقق لهذه المدينة ونرد بعض ما تسبق إليه، وكذلك نرد لها نوعا بعض من الجميل الذي قدمته لنا في طفولتنا وفي صغرنا في شوارعها الجميلة. سيدي عبد اللطيف، بالنسبة للائحة ديال البان في تيرودانت، اشنو تقول لنا عليها؟ فيها العنصر النسوي، الشباب، فيها مثقفين كذا، فيها الشباب، فيها العنصر النسوي، وقد ارتأينا أن تكون اللائحة لأشخاص نظيفي الذمة المالية، نظيفي الأخلاق، عندهم مهام اجتماعية، عندهم علاقات إنسانية، يمكن أن يشكلوا بديلا عن ما هو موجود الآن، وأن يقطعوا مع الماضي من أجل خلق مرحلة جديدة، مرحلة غادي تعطي فيها تيرودانت نوع من المكانة المزدهرة. هذا ما كنا نسعى عليه وما نتمناه. سيدي عبد اللطيف، الانتخابات السابقة في مدينة تيرودانت، جميع المجالس البلدية اللي مرت بالتجربة ديال التسيير الجماعي ببلدية تيرودانت لا زالت لم ترقى بمستوى مدينة تيرودانت إلى ما تصبوا إليه الساكنة، خصوصا التاريخ النضالي ديال المدينة والحضارة ديالتها والتاريخ ديالها. هل أنتم تقودون فريق الأصالة والمعاصرة لهذه المتمنيات؟ لا، هذه المتمنيات طبيعية جدا، لأنه أنا ابن تيرودانت ودرست في تيرودانت وقرأت في تيرودانت وعشت في تيرودانت وولدت في تيرودانت. هذا طبيعي أن أكون، ولكن كيف الوصول إلى هذا يحتاج إلى نوع من الذكاء الجماعي الذي سيهم فيه الجميع، نوع من الانفتاح، نوع من البحث، نوع من إيجاد حلول، والجرأة في مواجهة والدفاع عن هذه المدينة. ربما دوري في تيرودانت ودوري في مجلس النواب سيمكنني من أن أرد نوع من الجميل لهذه المدينة من خلال فتح مجموعة من الملفات والدفاع عنها
وابناء تارودانت اللي هما معايا في المجلس كلهم سيكونوا معنيين بالبحث عن الملفات وبتاسيسها وبوضعها حتى نقوم مستقبلا بخدمه هذه المدينه. سي عبد اللطيف، الكلمه الاخيره ديالكم الناخبين الساكنه ديال بلديه تارودانت باعتباركم وكيل اللائحه. انا نطلب من ابناء تارودانت لا يفقدون الامل، وان هناك امل في المستقبل، وان التغيير ممكن، وان القطع مع الماضي ومن بعض الممارسات الماضيه يجب ان تتم، وان يعرف الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. شكرا استاذ سيدي عبد اللطيف. شكرا لأسرة 24 التي نحترمها كثيرا. شكرا بارك الله.